انتعاشة فنية لمنى زكي بمسرحية وفيلمين. تعيش الفنانة منى زكي حالة من النشاط الفنى المكثف، حيث تعاقدت على أكثر من عمل مؤخرا لتعود لجمهورها من خلال المسرح والسينما والتلفزيون دفعة واحدة. وبدأت النجمة منى زكي وأبطال مسرحية الوش الثاني بروفات العمل المقرر عرضه بالسعودية في 11 من نوفمبر الجاري. وتقوم منى زكي ببروفات مكثفة على أحد المسارح الخاصة بمنطقة 6 من أكتوبر خلال هذه الأيام، وفرضت منى زكي وصناع المسرحية حالة من السرية على البروفات، وذلك قبل أن تنتقل أسرة المسرحية للمملكة العربية السعودية مطلع هذا الأسبوع لعمل البروفات الجنرال. المسرحية الجديدة تعود من خلالها منى زكي إلى خشبة المسرح بعد غياب 20 عاما، وتصدرت منى زكي بوستر العرض الذي يشارك في بطولته كل من أحمد رزق وحمد المرغني ومحمد ثروت ورحمة أحمد ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، والعمل من إخراج أشرف زكي. وبدأ نجوم العرض في الترويج له من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تعرض المسرحية لمدة 5 أيام فقط. يذكر أن مسرحية كده أوكي كانت آخر تجارب منى زكي المسرحية، وتم تقديمها عام 2003، وكانت من بطولة نخبة من النجوم منهم أحمد السقا، شريف منير، هاني رمزي، ياسمين عبد العزيز، فتحي سعد وفاطمة كشري. وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وكانت من تأليف أحمد عفيفي، إخراج أسامة العاصي، والإخراج المسرحي كان لسمير العصفوري. من جهة أخرى، تنتظر منى زكي العرض الأول لفيلم القاهرة مكة في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينما الدولة التي ستقام في مدينة جدة على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وذلك من 1 إلى 10 من ديسمبر من العام الجاري، وذلك قبل عرضه جماهيريا في دور العرض السينمائية منتصف ديسمبر. فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد فراج، ومن إخراج هاني خليفة، ومن تأليف محمد رجائي. وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصور في المملكة العربية السعودية حول رحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها. لكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر. كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير. فيما تنتظر أيضا تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها السينمائي الجديد الجواهرجي، الذي تشارك فيه البطولة النجم محمد هنيدي بعد فترة غياب، حيث يجمع الجواهرجي هنيدي ومنى زكي بعدما يقرب من 23 سنة، حيث قدم معا الفيلم الشهير صعيدي في الجامعة الأمريكية. ومن المتوقع أن يشارك الفيلم في موسم رأس السنة الجديدة مع مطلع عام 2023. ويجسد النجم محمد هنيدي في الفيلم دور جواهرجي، وتجسد منى زكي دور زوجته، وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما، والفيلم يدور في إطار تراجيدي كوميدي. الفيلم يشارك في بطولته كل من آسر ياسين، ولبلبة، وأحمد السعدني، والراحل أحمد حلاوة، وريمي مصطفى، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.